في ناس عندهم القدرة على إنهم يقلبوا يومهم لمعادلة خارقة كده من النجاح، وكل يوم بيشوفوه هو فرصة جديدة يحققوا فيها حاجات مدهشة. هل فكرت في يوم إنك تبقى الشخص ده؟ هل حاسس إنك مش مستغل طاقتك الكاملة؟ تعالى شوف معايا إزاي تقدر تضاعف الإنتاجية بتاعتك وتفجر طاقتك كل صباح وتعيش حياة استثنائية تبدأ فيها من أول دقيقة. لو كنت بتصحى كل يوم بتحاول تكمل يومك بأقل مجهود أو حتى مش قادر تلاقي الحافز إنك تبتدي اليوم، يبقى أكيد في حاجة ناقصة. في الحقيقة مفيش حاجة أهم من الصبح علشان تبدأ حياتك الاستثنائية، وعلشان كل دقيقة في اليوم تقدر تستغلها بشكل صح. وعلشان كده هقولك دلوقتي على خطوات بسيطة لكن قوية هتخليك تبدأ يومك بتركيز وطاقة وحوافز أعلى من أي وقت فات. خليني أقولك إزاي تقدر تخلي كل صباح هو بداية جديدة مليانة طاقة وحماس وتحقق فيها أكتر من أي وقت فات. أول نقطة معانا: اصحى بدري قبل ما يبدأ اليوم. هل جربت تصحى بدري مرة وتكتشف إن يومك كله اتغير؟ إنك تكون أول واحد صاحي في البيت والوقت كله ملكك. تعال شوف إزاي خطوة بسيطة زي دي ممكن تغير كل حاجة في يومك. صحيح كلنا بنحب السهر، مفيش اختلاف على كده، وكلنا بنشوف إن النوم هو متعة، لكن الصبح بدري ليه سحر تاني. أول حاجة لما تصحى بدري عقلك بيكون فريش كده، مفيش زحمة في دماغك ولا مشتتات لأن كل الناس لسه نايمة، كل شيء هادي فبتقدر تركز أكتر. تخيل كده إنك صحيت قبل ما تبدأ الزحمة وقبل ما يبدأ اليوم، ولقيت الوقت كله قدامك علشان تعمل اللي انت عايزه. واهم حاجة في الموضوع ده انك لما تصحى بدري بتدي لنفسك وقت كده كافي علشان تبدأ اليوم بحوافز. ممكن تبدأ يومك بانك تقرأ كتاب او شوية تمارين رياضية خفيفة او حتى مجرد فنجان قهوة في هدوء. ده بيفرق كتير من طاقتك لبقية اليوم. لو حاولت تعود نفسك على الصحيان بدري هتكتشف انك مش بس هتكون اكتر انتاجية، لكن هتحس كده بسلام داخلي من جواك. بالنسبة للي مش قادر يصحى بدري ممكن تبدأ تدريجيا، يعني مثلا لو كنت بتصحى الساعة 8 حاول تبدأ تصحى على الساعة 7 ونص وبعد كده الساعة 7 وهكذا. تدريجيا هتلاقي الموضوع سهل، وصدقني صدقني هتحس انك كسبت يوم كامل قبل ما تبدأه. تاني نقطة معانا: المية أول حاجة تشربها. هل فكرت في يوم إن أول حاجة تشربها لما تصحى الصبح؟ ممكن تحدد إزاي هيكون يومك، مش الشاي ولا القهوة لأ لكن المية. تعالوا شوفوا معايا إزاي خطوة بسيطة زي دي هتحسن يومك بشكل كبير. لما تصحى الصبح جسمك بيكون جاف بعد ساعات النوم الطويلة، يعني ببساطة الجسم مش لاقي السوائل الكافية علشان يعمل شغله بشكل صح. علشان كده أول حاجة لازم تشربها هي المية. هتقولي ليه؟ لأنها بتساعد على ترطيب جسمك من أول لحظة، وده بيديك طاقة كبيرة علشان تبدأ اليوم. المية مش بس بتروي جسمك، دي كمان بتحفز الدورة الدموية، يعني بتزود من تدفق الدم والأكسجين للدماغ، وده بيخليك تبدأ يومك وانت مركز أكتر وانت في أعلى مستوى من الطاقة. تخيل لو ما شربتش مية هتحس بالجفاف طول اليوم طبعا، وممكن تبدأ تحس بالإرهاق أو حتى الصداع. كمان شرب المية أول حاجة بيساعد على تسريع عملية الأيض، يعني هيساعدك في الهضم وهيخلي جسمك يستفيد أكتر من الأكل اللي هتاكله. فلو عندك مشكلة في الهضم أو الإمساك فالمية هتساعدك إنك تتجنب كل المشاكل دي. فممكن تبدأ بكوب صغير من المية لما تصحى وبعدين تزوده لو حبيت. فلو حبيت كمان تضيف لمسة كده لذيذة ممكن تضيف شريحة ليمون أو حتى شوية نعناع. بس أهم حاجة هي إنك تبدأ يومك بالترطيب ده علشان تبدأ اليوم بطاقة عالية، عشان تبدأ اليوم بطاقة عالية وتركيز أكتر. تالت نقطة: حدد أولوياتك وهدفك لليوم.
هل حسيت قبل كده انك طول اليوم مش عارف تبدأ منين او تخلص منين؟ لو كنت مش عارف تحدد اولوياتك يبقى يومك هيمر من غير ما تحقق حاجات حقيقية. تعالوا شوفوا معايا ازاي تحدد اولوياتك وهدفك لليوم هيخلي يومك مختلف. تخيل معايا كده لو صحيت الصبح وما كانش عندك اي خطة لليوم، هتبدأ تعيش في فوضى، وممكن تبدأ بحاجة مش مهمة وتضيع وقتك كمان في حاجات تانية، وفي النهاية مش هتحس انك حققت حاجة. لكن لو خصصت وقت قبل ما تبدأ يومك علشان تحدد أولوياتك، هتكتشف ان يومك بقى ليه معنى وانك بترتبه من الاول. اول حاجة لازم تحددها هي هدفك الرئيسي لليوم. يعني لو عندك شغل او دراسة، حدد ايه اهم حاجة لازم تخلصها النهاردة. خلي الهدف ده هو المحرك اللي هيدفعك طول اليوم. مثلا لو عندك امتحان او تقرير لازم تسلمه، خلي ده هو هدفك الاساسي، وكل حاجة تانية تكون ترتيبها بأقل أهمية. فمهم كمان إنك تكتب قائمة بالمهام، لكن خليها بسيطة وواضحة. يعني مش لازم تكتب كل حاجة بالتفصيل، لكن خلي في بالك أهم الحاجات اللي عايز تعملها، زي كأنك بتحط لنفسك كده خريطة لليوم علشان ما تضيعش الوقت وتبدأ تاخد خطوات ثابتة. أهم حاجة كمان هي إنك تكون مرن. يعني لو في حاجة ما تنفذتش زي ما كنت متوقع، ما تيأسش، غير الخطة على حسب الظروف، لكن حاول على قد ما تقدر تبقى مركز على هدفك الكبير لليوم. في الآخر عايز أقولك لو قدرت تحدد أولوياتك صح، هتلاقي إنك قدرت تركز أكتر وتحقق حاجات كبيرة في وقت قليل. كل يوم لما يكون ليك هدف واضح هتحس إنك قربت خطوة من النجاح. رابع نقطة، مارس الرياضة ولو بشكل بسيط. هل فكرت في يوم انك لو بدأت يومك بالرياضة حتى لو كانت بسيطة هتحس انك مليان طاقة ونشاط لبقية اليوم؟ تعالوا شوفوا معايا ازاي حركة بسيطة زي دي ممكن تغير مزاجك وتحسن انتاجيتك. الرياضة مش لازم تكون حاجة معقدة او محتاجة ساعة كاملة. الفكرة هنا انك تبدأ يومك بشوية حركة كده بسيطة هتساعدك تحس بالنشاط من اول دقيقة. يعني مش ضروري تروح الجيم او تعمل تمرينات صعبة، ممكن تبدأ بحاجة خفيفة زي المشي السريع او تمارين تمدد للعضلات. اول حاجة بتعملها في الرياضة هي انك بتفعل جسمك، الدم بيبدأ يتدفق بشكل اسرع، وبالتالي العضلات والاعضاء بتبدأ تشتغل بشكل افضل. ده مش بس بيساعدك تكون صحي، لكن كمان بيدي دفعة كده لطاقتك وبيخلي عقلك اكتر تركيز. فلما تمارس الرياضة الجسم بيفرز هرمونات زي الاندروفين اللي بتخليك تحس بالسعادة والراحة النفسية. ولو انت مش متعود على الرياضة، ممكن تبدأ بحاجات بسيطة زي 10 دقايق من التمارين او المشي في المكان، وبعد كده تزود الوقت شوية شوية. والجميل في الرياضة هي انك مش هتحس بالنتيجة بس في جسمك، لكن كمان في عقلك. بتبدأ تحس انك اكتر حيوية، وده بيخليك تكمل يومك بشكل اقوى. فالرياضة الصباحية كمان بتحسن صحتك العامة على المدى الطويل. مش بس هتحسن من لياقتك، لكن كمان هتحمي نفسك من مشاكل صحية زي ضغط الدم أو السكر. يعني خطوة صغيرة زي دي هتفرق كتير في حياتك. في الآخر لو بدأت يومك بحركة هتلاقي نفسك مستعد ومتحمس أكتر لبقية اليوم، واللي بيبدأ يومه بحيوية بيقدر يحقق أكتر ويعيش حياة صحية ونشيطة. خامس نقطة، ابدأ يومك بشيء بتحبه. هل جربت تبدأ يومك بحاجة بتحبها؟ حاجة تخليك تبدأ الصبح كده بابتسامة على وشك وتدفعك انك تكمل يومك بحافز. تعالوا شوفوا معايا ازاي ده ممكن يغير طاقتك ومزاجك طول اليوم. كتير مننا بيبدأ يومه بضغط وأفكار كتير زي الشغل أو الدراسة أو مسؤوليات تانية، لكن لو بدأت يومك بحاجة بتحبها هتحس ان يومك بدأ بطريقة مختلفة. يعني لو عندك هواية معينة زي القراءة او انك تسمع موسيقى بتحبها او حتى انك تشوف فيديوهات ملهمة، انت كده بتبدأ بيها يومك وهتحس بحافز كبير. لما تبدأ بحاجة بتحبها ده بيخليك ترفع من معنوياتك، عقلك بيبدأ يفرز هرمونات زي السعادة والراحة النفسية،
وده بيديلك طاقة إيجابية إنك تستمر معاك طول اليوم. في البداية هتحس إنك محمل كده بحماس، وعقلك هيفكر في حاجات حلوة طول اليوم. حتى لو اليوم كان مليان تحديات هتحس إنك قادر إنك تواجهها. ممكن ببساطة تبدأ يومك بفنجان قهوة في هدوء، أو تكتب شوية أفكار أو أهداف لليوم، أو لو بتحب الرياضة تبدأ بيها. المهم إنك تدور على حاجة بتحبها وتخليك تحس بالراحة قبل ما تبدأ تلاقي نفسك في دوامة المسؤوليات. الموضوع مش مجرد رفاهية، ده أسلوب حياة صدقني. انك تبدأ يومك بحاجة بتحبها ده بيساعدك تكون اكتر انتاجية، ويخليك اكتر ايجابية في التعامل مع كل حاجة بتصادفك في اليوم. ومن كتر ما هتكون مبسوط هتلاقي ان اليوم كله بيعدي اسرع وانت مش حاسس بالوقت. في الاخر لو خليت كل يوم بيبدأ بحاجة بتحبها هتحس انك دايما في حالة من النشاط والدفاعية كده، وهتلاقي نفسك اكتر قدرة انك تتحمل الضغوط وتحقق اهدافك. نقطة رقم 6: تناول وجبة فطار صحية. هل جربت يوم تبدأه بوجبة فطار صحية؟ مش بس هتحس بالطاقة والنشاط، لكن كمان هتكون جاهز لمواجهة أي تحدي في يومك. تعالوا شوفوا معايا ليه وجبة الفطار الصحية مهمة جدا. كتير من الناس بينزلوا من البيت بسرعة الصبح من غير ما يفكروا في الفطار، لكن ده بيأثر بشكل كبير على طاقتهم وصحتهم. وجبة الفطار الصحية مش بس مهمة علشان تديك طاقة، لكن كمان بتساعد في تحسين التركيز وبتدعم جسمك طول اليوم. فالفطار الصحي يعني حاجات مليانة فوائد زي الفواكه، الشوفان، البيض، أو حتى الزبادي مع المكسرات. الحاجات دي كلها بتدي جسمك البروتينات والألياف والفيتامينات اللي محتاجة علشان يبدأ يومه بنشاط. فلما تاكل الفطار اللي فيه بروتين ده بيساعدك على انك تحافظ على مستوى السكر في الدم، فبتحس كده بطاقة مستمرة طول اليوم بدل ما يكون طاقتك بتنزل بسرعة بعد شوية. كمان لو بدأت يومك بفطار صحي هتحس انك اكتر تركيز في الشغل او الدراسة، لان عقلك بيحتاج الوقود ده علشان يشتغل صح. وفي نفس الوقت الفطار الصحي بيساعد على تحسين الهضم والتمثيل الغذائي، وبالتالي هتكون صحتك افضل. فانت ممكن تبدأ الصبح بشوية فواكه طازة مع شوية شوفان او توست مع بيض. المهم انك تكون اخترت حاجة متوازنة تدي جسمك اللي محتاجه. فلو كنت مش قادر تحضر فطار متكامل ممكن حتى تبدأ بحاجة خفيفة زي عصير طبيعي او حفنة كده من مكسرات. النتيجة هتلاقي يومك كله مليان طاقة وهتكون اكتر تركيز، وصحتك هتتحسن على المدى الطويل. مش بس هتحقق أهدافك لكن هتعيش حياة صحية ومتوازنة. سابع نقطة: خليك إيجابي وركز في الحاضر. هل فكرت في يوم إن إيجابيتك واهتمامك بالحاضر ممكن يكونوا سر نجاحك بدل ما تضيع وقتك في التفكير في الماضي أو المستقبل؟ تعالوا شوفوا معايا إزاي تركز في اللحظة دي وتخلي كل شيء أفضل. ناس كتير بتضيع وقتها في التفكير في الماضي أو القلق على المستقبل، لكن إيه الحقيقة إن أفضل وقت هو الوقت اللي أنت فيه دلوقتي. لو ركزت في الحاضر هتلاقي نفسك أكتر إنتاجية وأقل توتر. يعني لو كنت شغال أو بتدرس خلي تركيزك كله في اللي بتعمله، ما تفكرش في إيه اللي هيحصل بعدين أو اللي حصل قبل كده. الإيجابية مش بس مجرد تفكير جميل، ده أسلوب حياة. لما تكون إيجابي بتشوف الحلول بدل المشاكل. كل مشكلة هتقابلها هتلاقي لها حل، وكل تحدي هتشوفه كفرصة للتطور. فالتفكير الإيجابي مش معناه إنك تتجاهل المشاكل، لا، لكن معناه إنك تركز على إنك تتعامل معاها بأفضل طريقة ممكنة. كمان لو ركزت في الحاضر هتحس انك اكتر هدوء ومش هتكون مشغول بالماضي او مشغول بالمستقبل. دي طريقة هتحسن الانتاجية جدا. يعني لو عندك شغل او دراسة خلي كل تركيزك على المهمة الحالية، ما تشتتش نفسك بالحاجات التانية. ولو حسيت بتوتر او قلق حاول تمارس تمارين التنفس العميق، او حتى
أو حتى إنك تعمل حاجة بسيطة زي المشي أو إنك تشرب كوب مَيّة. الحاجات دي بتخلّي عقلك يهدى ويركّز على اللحظة دي. فحاول دايمًا تفكّر كده نَفْسك إنك مش في سباق مع الزمن، وإن كل حاجة هتحصل في وقتها. في الآخر لو قدرت تركّز في الحاضر وتفضل إيجابي، هتلاقي نَفْسك قادر تواجه أي تحدي بثقة، وهتعيش حياة مليانة إنجازات. تامن نقطة، خد دقيقة للراحة والتأمل. هل فكرت في يوم إن دقيقة واحدة من الراحة والتأمل ممكن تغير يومك بالكامل؟ في عالم مليان ضغوط، خليني أقولك إزاي دقيقة هدوء ممكن تديك طاقة ونشاط بشكل غير متوقع. الكل دايما مشغول، سواء شغل أو دراسة أو مسؤوليات، لكن في حاجة مهمة كتير بننسى نعملها، وهي إننا ناخد لحظة للراحة. مش لازم تقضي ساعات طويلة علشان تريح دماغك. دقيقة واحدة من التأمل أو الراحة الكافية ممكن تكون الفرق بين يوم عادي ويوم مليان إنتاجية. لما تاخد دقيقة من وقتك في النص وإنت قاعد في مكان هادي، خد نفس عميق وركز في اللحظة دي بس. شوف ازاي مشاعرك هتهدى ودماغك هتوقف التفكير الزايد. ساعات الدماغ بتكون مليانة أفكار وتوترات من كل حاجة حوالينا، لكن دقيقة واحدة من التأمل هتساعدك إنك تفضي دماغك وتكون أكتر تركيز وهدوء. ممكن تركز على التنفس بتاعك أو تفكر في شيء إيجابي زي هدف عايز تحققه. ده هيساعدك تبقى أكتر صفاء وتتجاهل أي مشتتات أو ضغوط. الراحة دي مش بس للدماغ، كمان للجسم هياخد استراحة من كل المجهود اللي بتعمله. حتى لو عندك يوم زحمة، حاول تاخد وقت صغير للراحة بين المهام. هتلاقي نفسك هتقدر تكمل أكتر وإنت مليان طاقة جديدة. ومش بس كده، دقيقة التأمل دي هتخلي تركيزك أعلى وتقلل القلق والتوتر. في الآخر الراحة الصغيرة دي مش رفاهية، دي حاجة لازم ندمجها في يومنا. دقيقة هدوء ممكن تديك راحة ذهنية وتخليك أكتر فعالية في كل اللي بتعمله. تاسع وآخر نقطة معانا، ابدأ بعقلية اليوم هو فرصتي. هل جربت تبدأ يومك وانت فاكر ان كل لحظة فيه هي فرصة جديدة ليك؟ تخيل لو كل يوم تحس كده، هتقدر تحققه اكتر من اي وقت تاني. تعالوا شوفوا معايا ازاي ممكن تبدأ يومك بعقلية اليوم هو فرصتي، وتخلي كل حاجة مختلفة. عقلية اليوم هو فرصتي هي مفتاح كبير للنجاح. لما تبدأ يومك وانت فاكر ان اليوم ده هو فرصة ليك علشان تحقق اهدافك وتطور من نفسك، ده هيديك طاقة وحافز غير عادي. يعني مش بس بتستقبل اليوم كأي يوم عادي، لكن بتشوفه كفرصة جديدة للنمو والإنجاز. لو خليت عقلك دايما مركز على ان اليوم ده مهم، هتلاقي نفسك بتركز اكتر في المهام اللي قدامك وبتقدر تحققها بكفاءة، ومش هتكون مشتت بقى ولا هتضيع وقتك في حاجات ملهاش قيمة، لانك ببساطة عارف ان ده يومك علشان تبدأ فيه بخطوات حقيقية ناحية هدفك. فالموضوع ده مش بس كلام حلو، ده فعلا ليه تأثير على الأداء. عقلك لما يكون عنده تفكير إيجابي زي ده بيفرز هرمونات بتساعدك تبقى أكتر حيوية وقوة، وبتبدأ اليوم بنشاط وحوافز. فلو واجهت أي تحديات هتبقى قادر تتعامل معاها بشكل أفضل، وبكده هتقدر تحول كل يوم لفرصة حقيقية بدل ما يكون مجرد يوم بيعدي. فلو بدأت كل صباح بتفكير إيجابي إن اليوم ده هو فرصة ليك، هتلاقي نفسك متحمس أكتر ومستعد للتحديات النهاردة. وفي الآخر لو كنت دايما فاكر إن النهاردة هو فرصتك، هتقدر تحقق حاجات أكتر من اللي كنت متخيلها، وهتعيش كل يوم بأقصى طاقتك وبأفضل نسخة منك. يعني في النهاية لو حاولت تطبق كل نقطة من دول، هتلاقي نفسك بتحقق حاجات أكتر من اللي كنت متخيله. الفكرة كلها هي إنك تبدأ يومك بعقلية جديدة وتكون دايما مستعد للتغيير والتطوير. ساعات بسيطة من الراحة، شوية طاقة إيجابية واهتمام بصحتك، هي مش مجرد نصايح، دي أسلوب حياة
العالم كله بيجري وكل واحد فينا بيواجه تحدياته، لكن لو انت قدرت تستغل كل لحظة وتفكر في اليوم ده كفرصة جديدة هتلاقي كل شيء بيعدي بمرتاح وانتاجية اكتر. الحياة مش سريعة زي ما الناس بتفكر، هي مش بتحتاج منك غير انك تبدأ الصح وتدي لنفسك فرصة تقدر تعيش بيها الحياة اللي بتحلم بيها. يومك هو فرصتك علشان تكون النسخة الأفضل منك، وعلشان تحقق أهدافك وتكون أكتر إيجابية في كل حاجة. مش مهم لو النهاردة بدأ بصعوبة، المهم إنك دايما تلاقي الطريق علشان تكمل وتحقق اللي نفسك فيه. الحياة قصيرة فلازم تعيشها بأفضل طريقة، والنهاردة هو البداية. ولو عجبك الفيديو بقى اعمل لايك علشان نعرف انك استفدت، وما تنساش تشترك في القناة علشان تبقى دايما اول واحد يعرف كل جديد. ولو عايز تكون دايما جاهز لفرص جديدة فعل زرار الجرس علشان ما يفوتكش اي فيديو مهم. وشكرا ليكم على المتابعة. وزي ما بقول كل مرة انت الاساس، انت رقم واحد. وفي نهاية الفيديو احب اقول لك خليك مسيطر. اشوفكم الحلقة الجاية.